فيما يخص القائمة المستدعاة مباراتي طوغو في إقصائيات كأس أفريقيا ذهابا وإيابا، أعتقد بأنها قائمة كما نقولوا بالعامية قائمة متوازنة، وقائمة فيها ما عدا غياب ربما اللي كان طرح العديد من التساؤلات، استمرار غياب شايبي، استمرار غياب يوسف بلايلي، وكذلك بقية اللاعبين الآخرين الغائبين على القائمة. ما عدا ذلك أعتقد بأن كل اللاعبين اللي راهم وكذلك بلومي الذي تم اختياره رسميا افضل لاعب في شهر سبتمبر بالنسبه في ناديه هول سيتي. البقيه كلهم حاضرين هنا من اجل التحضير بطريقه المثلى والافضل لمباراتي طوغو ذهابا وايابا برسم الجولتين الثالثه والرابعه لتصفيه كاس افريقيا كان 2025. اعتقد بان المنتخب الوطني بدا يجد معالمه مع المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، بدا اللاعبون يتعودون ربما على طريقه عمل بيتكوفيتش وكذلك على خياراته الفنيه في المباريات. وافضل مثال على ذلك هو مباراه منتخب ليبيريا. ربما البعض يرى بان المنتخب الليبيري منتخب ضعيف، لكن اليوم اعتقد بانه في كره القدم الافريقيه لم يعد مكان هنالك للمنتخبات الضعيفة. لكن الجزائر في مباراه ليبيريا اثبتت بانه ربما هذا المدرب يبحث عن تكوين مجموعه بعيدا عن النجوم. لذلك المباراتين امام طوغو مهمتين جدا من اجل ضمان التاهل مبكرا للكان المقبل والتفرغ بعدها لتصفيه كاس العالم، خاصه وان اخر مباراتين امام غينيا الاستوائيه وكذلك المنتخب الليبيري في حال ضمان التاهل رسميا في هذا التربص الى كان 2025 ما تكون شكليه، لكن ربما تسمح للمدرب من اجل تجريب اوراق اخرى واستدعاء اسماء اخرى، بما انه المباراتين لن تكون ذات اهميه بالغه بالنسبه للمنتخب الوطني. بالتوفيق للخضر، ونتمنى ان شاء الله الاستمرار في نهج الانتصارات داخل وخارج القواعد وتحقيق 6 نقاط وضمان التاهل الى كان المغرب 2025.